بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتا هاند ميد. ان شاء الله هننفذ مع بعض الكل اللي قدامنا ده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ده اشوف الادوات اللي انا هستخدمها: ضغط الحظاظات، ودي دلاية عقيق، وبعض الفواصل كده المعدن، وطبعا حجر العقيق الطبيعي بتاعي باللون الجميل ده، والمقص والولاعة والبنسة بتاعتي. هبتدي اقص الخيط الكمية اللي انا محتاجاها. اول حاجة طبعا هقفلها من الناحية الاولانية. هبتدي ان انا هلسعها كده بالولاعة، وبعدين هبتدي ان انا ادخل فيها الحباسة بتاعتي. احنا طبعا طريقة التقفيل دي انا شرحتها قبل كده، بس مفيش مشكلة هنشرحها تاني. ادي الحباسة او بق السمكة زي ما بنقول. ببتدي ادخلها كده بظهرها بالشكل اللي هنشوفه قدامنا ده، يا رب يكون واضح. وبعدين هبتدي ان انا استخدم الستوبر بتاعها. انا هنا هستخدم 2 ستوبر مش واحد، لان العقيق زي ما قلت لكم هو تقيل، حجر تقيل، فزيادة امان انا هستخدم 2 ستوبر. بمسكه كده بالبنسة لان هو صغير قوي، فالبنسة ببقى متحكمة فيه اكتر، وببتدي ان انا اضغط عليه بالبنسة بتاعتي كويس. انا اسفة لو ايدي كانت بعيد، بس اهو انا بضغط عليه، بطبقه على بعض علشان ما يتحركش والخيط او الخرز ما يفرطش مني. هقص كده الخيط الزيادة، هسيب حتة صغيرة، هلسعها كده بالولاعة لحد ما تكون كورة كده، بحيث ان الكورة دي برضو تمنع الستوبر من انه يتحرك. هسيبها لحد ما تنشف. هو الخيط ده لما بنلسعه كده بتلاقوه لما على بعضه عمل زي كرة كده في اخر الخيط. وهبتدي ان انا هقفل الحباسة على الستوبر بتاعي، وهأكد على القفلة بتاعتها كويس. هبتدي هنا هقص كمية الخيط تقريبا اللي انا محتاجاها بالتقدير كده يعني، وهبتدي ان انا ادخل الخرز بتاعي. طبعا هيبقى من الناحية التانية مش من الناحية اللي انا قفلتها. هلسعها برضو علشان خاطر يبقى سهل ان انا اعرف ادخل الخرز. دي خطوة لازم يا بنات، لازم لان من غير اللسعة دي الخيط مش هيدخل معاكي في الخرز. اللسعة دي بتخلي بداية الخيط كده زي عامل زي الابرة، يعني قوي شوية مستقيم، لانه طبعا في نسبة بلاستيك عليه. هبتدي هدخل كده الخرز بتاعي. دخلت خرزتين عقيق مع فاصل كده معدني. فاصل معدنية دي يا بنات بتتباع بالجرام من حارة المزين في العتبة، المحلات اللي هي بتاع لوازم الاكسسوارات وكده. بتنقي المعادن اللي انت عايزاها وهو بيوزنها لك، وعلى حسب سعر الجرام. الجرام ممكن بيبقى عامل 25 قرش 30 قرش على حسب. دخلت خرزتين تاني عقيق، وبعد كده فاصل معدني بس اكبر شوية. وترتيب الخرز والفواصل ده برضو دي حاجة بترجع لك انتي، كل واحدة على حسب ذوقها. انا بوريكم الموديل اللي شفناه في اول الفيديو. هبتدي ادخل الفاصل ده، فاصل برضو معدني كده بس كبير شوية. انا عندي بنتي بتقول عليه سندوتش وهبتدي اكمل. هو شبه نص الرغيف كده، فهي بتقول عليه ساندوتش. وفي اشكال كتيرة جدا يعني لا تعد من الفواصل المعدن
والألعاب المعدن، يعني دي اكتر حاجة هتلاقيها بكثرة، مش هتغلبي فيها بإذن الله. هبتدي كده بالترتيب اللي انا عايزاه. ده كده نص العقد، وهبتدي ان انا بعد ما اخلص نص العقد هحط الدلاية طبعا في المنتصف. اخد بالي كويس علشان اي غلطة في الترتيب كده هتلاقوني نزلت ده كله ولضمته تاني، وده فعلا حصل معايا وانا بعمل العقد ده. بعد ما حطيت الدلاية اكتشفت ان انا لسه فيه خرز، وان العقد قصير، فحبيت ان انا اطوله وزودت له خرز تاني، فطبعا لخبطت الترتيب من اول وجديد. هو المفروض كده انا حاطه 6 خرزات قبل الفاصل الكبير و6 خرزات بعد الفاصل الكبير، بس لو ركزتوا في الصورة الأساسية أنا غيرت ده بعد ما صورت الفيديو، زودت خرز تاني. أنا كده حطيت الدلاية أهو. فزي ما بقولكوا هي مش قاعدة ثابتة، هو زي ما انتي شايفة الحاجة قدامك انتي بتشتغلي. أنا ما إلا بس بديكي هنت كده عشان خاطر تعرفي تشتغلي. كده احنا بنكمل اهو النص التاني. متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله اللي هنزلها. زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا فصلت وبعد ما فصلت الكاميرا شايفين لو تلاحظوا انا حاطه 8 خرزات، وبعد كده الفصل الكبير، وبعد كده 6 خرزات. يعني انا غيرت الترتيب لما فصلت الكاميرا. حبيت برضو ان انا اوضح النقطة دي علشان اقفل بقى كده الطرف التاني. لازم الف العقد على بعضه كده عشان يبقى فيه براح للخرزة، ما يبقاش الخيط ضيق والخرز مع الحركة بيحتك ببعضه، مع الاحتكاك ده ممكن يتكسر، فاخلي بالي كويس. لازم الفه كده على بعضه زي الدايرة كده، وبعدين ابتدي ان انا اقفله. انا طبعا دخلت الحباسة الاول بظهرها، وده الاستوبر اهو ببتدي ان انا ادخله. شايفين انا بقفل العقد وانا لفاه على بعضه كده، وهبتدي ادوس على الاستوبر اللي انا دخلت 2 ستوبر برضو مش واحد. اضغط عليهم كويس واتأكد ان هما مش بيتحركوا. وزيادة امان بعد ما اقص الخيط بتاعي بسيب حتة فيه صغيرة، وليكن مثلا نص سنتي 4 ملي، يعني حاجة بسيطة جدا، وبلسعها بالولاعة. اول ما بلسعها بتلاقوها صغرت كده وعملت زي كورة. اسيبها ان هي تنشف، دي هتمنع الاستوبر ان هو يطلع او يتحرك نهائي. انا سايباها كده تنشف، بس اتأكدت ان خلاص نشفت. هبتدي اقفل الحباسة على بعضها بالشكل ده. وده عندي كده لعقد لضم الخرز. لسه طبعا هركب له السلسلة بتاعة التطويل. ده كده العقد. طبعا انا استخدمت فواصل فضي، لان لو واخدين بالكم الدلاية الكبيرة العلقة بتاعتها لونها فضي، فده اجبرني ان انا استخدم الفواصل فضي. لو كانت ذهبي كنت استخدمت فواصل ذهبي، او ممكن اللي هو الهيماتايت، هيماتايت ذهبي. بلاش فواصل ذهبي لان لونها بيغير، خليكوا في الهيماتايت. هيماتايت اللي هو لونه الاصفر زي اللي استخدمناه العقد اللي فات.
وكنت هستخدم برضو سلسلة ذهبي. انا هنا مستخدمة سلسلة فضي. السلسلة دي ستانلس على فكرة، فما تقلقوش لونها مش بيغير. انا جبت كده زردة وفتحتها وهنا دخلت طرفها في العقد والطرف التاني في السلسلة. انا مش التصوير معلش الفوكس مبوظ الدنيا خالص. طبعا انا وانا بصور مش ببقى شايفة الحمد لله اتعدل، مش ببقى شايفة الموبايل، فوارد حاجات زي دي تحصل، وبعد ما بخلص واشوف الفيديو اكتشف انه في الكاميرا عاملة فوكس غلط او الصورة مش واضحة او ايدي بتبعد، فغصب عني معلش. طبعا انا بحاول اقطع السلسلة. بصوا انا سبت الحتة دي في الفيديو عشان اوريكم قد ايه ان السلسلة قوية، هي اصلا مش راضية تتقطم، فبالرغم ان هي رفيعة قوي كده بس هي قوية جدا. يعني انا قعدت اعافر معاها كتير واحاول معاها كتير ان انا افتحها او حتى اقطمها بالقصافة، مش راضية نهائي. فانا قفلت الفيديو بقى خالص وعشان ما اطولش عليكم ورحت قصيتها. انا قصيت كده جنب قصير وجنب طويل. الجنب القصير ده اللي هركب في نهايته القفل. طبعا هستخدم زردة عشان احط السلسلة مع القفل. ادي القفل اهو. هبتدي ان انا هفتح الزردة واركب القفل في الطرف القصير. لو عجبكم الفيديو يا بنات اعملوا لايك. معلش لو ايدي بتبعد عن الكاميرا غصب عني والله، بس يا رب تكون كل حاجة واضحة. ولو في اي حاجة مش باينة او عايزين ان انا اعيدها انا ما عنديش اي مشكلة، اكتبولي في التعليقات وانا هعمل اللي انتوا تطلبوه بإذن الله. ربنا يقدرني يعني. انا هنا بشوف القفل هل بيقفل في السلسلة ولا لا، بيدخل في حلقة السلسلة ولا لا، فلقيته تمام بيدخل مفيش اي مشكلة. لان هي السلسلة زي ما قلتلكوا هي صغيرة بس هي متينة جدا. هبتدي الطرف الطويل بقى هركب في اخره كده. دي حركة انا بحب اعملها قوي، بحط خرزة كده في اخر السلسلة. بس انا هنا غلطت وجبت مسمار ذهبي وبعدين خدت بالي يعني، رجعته طبعا وجبت مسمار فضي. نخلي بالنا طالما شغالين الشغل كله بحاجات فضي يبقى خلينا كله فضي. مينفعش الموديل يبقى داخل فيه فضي وذهبي كده مش بيبقى لطيف خالص. يعني مثلا فواصل ذهبي مع سلسلة فضي او العكس او مش بيبقى حلو. انا هنا كده بقفل المسمار، بلف المسمار كده بعمل زي حلقة، وبعدين هجيب زردة هركب فيها طرف السلسلة والخرزة اللي انا حطيتها في المسمار، بتدي شكل كده ظريف في الاخر. بالشكل ده كده وكده الكوليه بتاعنا خلص. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم اشعار او تنبيه بكل الفيديوهات اللي هتنزل جديد بإذن الله. وده كده صورة للكوليه من قريب. بصوا جمال العقيق، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجة جميلة جدا جدا وشيك جدا في اللبس. يا رب يكون الفيديو كان واضح وخفيف كده واستفدتوا منه بإذن الله. مع السلامة.